عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت لكم المرة دي بقى هنعمل كيكة، بس كيكة حادقة. فالكيكة الحادقة بقى إيه؟ هتاخد إيه؟ أدي كوباية دقيق منخولة، كوباية زي كده أهي دقيق منخولة. هنا بقى إيه؟ معلقة ملح ومعلقتين سكر، أو معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة أهي. وبعدين هناخد بيضة وجزراية مبشورة ونص زيت ونص لبن وزبداية. وهنا في جبنة، المفروض تبقى جبنة رومي، أنا عندي الجبنة دي مشللة فهحطها بدل الرومي، وزيتون أسود ومعلقة سمنة كبيرة أنا قلتها. بس هنضرب بقى إيه الحاجات البسيطة دي، هتتضرب إيه في الخلاط كده. هنحط بقى إيه الزبداية الأول، هنضربها في الخلاط. هي المفروض زبداية صغيرة، بس الزبداية دي جت كبيرة شوية فمش مشكلة بقى. اهي الزبداية كده على الجزراية المبشورة ديت هنحطهم هنا. على البيضة هنكسرها. اهي البيضة اهي كسرناها اهي. على معلقة البيكنج باودر الكبيرة تتحط على الدقيق. هنحط ايه؟ طب ثواني كده. صور. معلقة البيكنج باودر هنكملها، لازم معلقة كبيرة اهي. حطينا كده معلقة بيكنج باودر كبيرة على الدقيق. هنحط بقى الزيت هنا اهو، الزيت اهو. وهنحط اللبن، بس انا بحب اخلي حبة لبن في الاخر لحد العجينة ما تتظبط معايا. هنضرب بقى الخليط ده كده، او ناقص معلقة سمنة. ثواني بس اسيح السمنة شوية. حطينا السمنة بقى وحطينا كل حاجة هنا بالسايلة. هنضربها بقى تتضرب كويس، وهنقوم دلقين بقى كله ايه على الدقيق هنا. ندلق بقى ده على ايه؟ على كوبايه الدقيق. وهنحاول بقى ايه نقلبهم كده مع بعض لحد ما يتجانسوا كده ايه الخليط ده كله مع بعض اهو كده اهو. هنحط عليهم بقى الجبنه بقى وهنقلب الجبنه دي وهنقلب، وعلى الزيتون اهو كمان كده. وبعدين هنكون مجهزين بقى ايه صينيه كده يكون ايه مدهونه ايه زيت. هنضرب بقى كل ده ببعضه كده. هضربها بقى كده بالمضرب اليدوي مع الزيتون والجبنة كده. حط بقية اللبن اهو، مكنتش ملاه. بعد كده بقى هعبيها بقى في الصينية كده تكون مدهونة زيت، وهدخلها الفرن. نكون مسخنين الفرن قبليها، اهم حاجة نكون مسخنين الفرن قبليها. هنكون مسخنين الفرن قبليها، وهندخلها بقى الفرن بقى. هتاخد بقى نص ساعة اقل كل واحدة على حسب ايه الفرن. فهشوفها بقى هتاخد قد ايه وهقول لكم. بس هنزلها بقى في الصينية. كده الصينية هي خلصت اهي. هنرش بقى على وشها ايه بابريكا بقى كده اهو اهي. بس كده كده بقى هندخلها الفرن بقى واوريها لكم بعد ما اطلعها من الفرن. بقى شكلها حلو قوي اهي، جميلة قوي اهي. فيا ريت تجربوها مش هتندموا. كيكة حادقة بقى، فدي هتبقى احلى كيكة حادقة يعني. وشكرا لكل اللي متابعيني، وربنا يخليكم كلكم يا رب، ويديكم الصحة والعافية وسنة سعيدة عليكم يا رب.
واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.